حاجة ومحدش فاهم حاجة. كلكم بتقولوا ان ذاكر، واهلي بيذاكروا، واصحابي بيقولوا ان انا بذاكر، كلكم بتقولوا نفس الجمل، نفس الكلام، نفس النصايح. حتى انا زهقت لدرجة ان انا والله العظيم مش طايق افتح فيديو لحد، لان حاسة ان كلكم بتتكلموا وانتم مش فاهمين. الكلام منكم بيطلع سهل جدا، لكن لما انا اجي اطبق على نفسي، اجي اصحى بدري وما اصحاش بدري، اجي اذاكر ساعتين زي ما بتقولوا لم الباب في ساعتين، احس ان انا بلم سؤالين في ساعتين. باب ايه اللي يتلم في ساعتين؟ يعني انا عايز افهم، انتوا بتنصحوا بجد ولا انتوا بتقولوا اي كلام وخلاص؟ عامة كلامك صح 100%. محدش فاهم اي حاجة ومحدش حاسس باي حاجة، انا غير هي غير اي حد. بس الحاجة الوحيدة اللي لازم تعرفها ان في قواعد علشان توصل. يعني مثلا وليكن انت في الدور الاول وعايز تطلع للدور التاني، هتطلع ازاي وانت باصص للدور التاني وانت باصص للدور التالت؟ وليكن مش هتطلع غير لما تمشي على السلم، تطلع ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة، علشان كده هتوصل. الخطوة خطوة دول برضو لازم تبذلهم في المنهج. يعني عمرك مثلا ما هتنط 10 درجات في خطوة واحدة، فخليك فاهم ان انت لازم تمشي تدريجيا. طيب انا عشان امشي تدريجيا اعمل ايه؟ لازم انضبط. يعني ابسط حاجة ممكن اعملها ان انا مثلا احط جدول يومي للمادة. يعني مثلا النهاردة هخلص 4 دروس مثلا، هخلص الباب كله. بس ان احنا بنقول الكلام ده او غيرنا بيقول الكلام ده بس من غير ما يعطيك التفاصيل، بيقولك الكلمة الجملة جامدة كده من غير اي تفاصيل. ايه التفاصيل؟ لو انا مثلا عايزة الم الباب الاول فيزياء وقلت 100,000 مرة، يا جماعة مفيش حاجة اسمها اذاكر باب، خصوصا لو احنا خلاص اتقدمنا في السنة. يعني قصدي اذاكر درس عامة، اذاكر درس جوه الباب، ما ينفعش، مفيش وقت. اذاكر الدرس الاول، احل على الدرس الاول في الملزمه، احل على الدرس الاول في الكتاب. شوف، ما فيش وقت لده كله. عامه ممكن ما يجيش اصلا من اللي انت بتعمل فيه ده وبتبذله. طيب الطريقه الذكيه ان انا اجيب مجمل الشرح عامه كله، واهم حاجه ان شاء الله لو قعدت 3 ايام احل، دي اهم حاجه. الحل. انا كان عندي امتحان من فتره، والله العظيم كان عندي امتحان. وايه اللي حصل؟ اللي حصل انه انا في مادتين كان، يعني النهارده اجي من الامتحان، بكره بعد بكره همتحن ماده. خدت الوقت ده في المذاكره مع ان انا مذاكراها قبل كده، وانا كنت حاطه خطه قبل كده ان انا الماده هحل عليها بس في اليوم ده. يعني انا عندي يوم واحد هحل عليه. انا عشان عندي اللي هو، يعني مش عارفه، بس هي يعني ممكن تكون عقده او متلازمه ايا كان، يعني اللي انا الكمال، البرفكت، اللي هو لازم كل حاجه تكون بيرفكت قبل الامتحان. يعني اذاكر المحذوف، اذاكر اللي قاله مش هيجي، اذاكر كله، لان مفيش ثقه في حد. انا همسك الورقه ما عنديش ثقه في كلام اي حد قال لي اي حاجه، لانه مش مسؤول، وانا ما اقدرش اروح اراجعه بعدين. يعني مثلا الدكتور قال 1 2 3 مش هيجي، تمام، ذاكرته جه في الامتحان، يبقى انا البرفكشن اللي عندي، البرفكت، الحاجه اللي انا عايزاها تبقى كامله وتمام. فاهمين؟ فبضطر ان انا اعملها غصب عني، بضطر ان انا اعملها. يعني بضطر ان انا اذاكر المجمل. عامه غلطت، انا مذاكراها مكملتش مثلا 25 يوم. طب على ايه تاني اروح اذاكرها تاني واعمل تاني؟ ومع اني كان ممكن احل وسرعه استذكار الحاجه كانت هتبقى اسرع. يعني مثلا معلومه وقفت خلاص اروح اشوفها عادي وارجع احل. لا، لازم الماده تبقى بيرفكت في دماغي وبعدين الحل بعدين. طبعا ما لقيتش وقت احل، لان انا كنت مفكره ان انا هقدر اذاكر وهقدر احل. ما لقيتش وقت للحل ورحت الامتحان. طبعا غلطات بالهبل. ليه؟ وخصوصا في النهايه، في النواتج، في بعض الثغرات البسيطه اللي هي كانت محتاجه اكتر حل بالايد وتدريب واستذكار وملاحظات والبتاع. ليه؟ علشان ما حلتش كتير. فالمختصر انك انت هتسمع الباب الاول للفيزياء مثلا، وليكن الفيزياء، هتسمع لها الباب الاول وتبدا تحل. احل على الباب كله ولا درس؟ عامة لو هتحل درس علشان برضو الناس اللي زيي هتعمل كأنه شبهي وكده. الناس اللي زيي بقى لو عايزة انت تضمن ان انت مظبط الدرس الاول، مظبط الدرس التاني، حل 20 سؤال بس، ونقي اصعب 20 سؤال. بلاش الاسئلة السهلة. ليه احنا بنروح للسهل ونحله؟ يعني سؤال بس، احنا بنقنع نفسنا وبنقول نفسنا انه تمام والله مش هيجي في الامتحان. يعني انت طالما حليته وهو مش هيجي في الامتحان، يعني طالما انت فهمت السؤال السهل وحليته وفهمته وركزت فيه، مش هيجي. ليه؟ هو كده عند بقى مش هيجي.
فالحاجة السهلة اللي انت بتمسكها دي وتقعد تحل فيها هي مش جاية، فما تتعبش نفسك. شوف الأسئلة اللي عليها علامة العبقرة، شوف الأسئلة الذكية، شوف الأسئلة المستويات عليا، حل الأسئلة دي. حتى لو جيت تافه هتعرف تحل. يعني في أسئلة بتخليك تحل أسئلة، ودي حاجة مليون في المية صح. يعني أنا اقتنعت بيها، وكل ما بتقدم في التعليم بقتنع بيها أكتر. يعني وليكن امبارح كان عندي مادة مثلا، أنا كنت بذاكر حاجة هي في صح وغلط. يعني مثلا احنا عندنا صح وغلط، فحاجه صح وحاجه غلط ومش عارف ايه، جالي مثلا تعريف الحاجه دي اصلا، فانا اخدت التعريف الصح والغلط حطيته هنا في التعريف ده. فانه الاسئله يعني في اسئله بتحل اسئله ازاي مش عارف، بس هي بتظبط بطريقه مش طبيعيه. فانت ذاكر الاسئله الصعبه، ذاكر اسئله يعني هتخليك تكره الماده، بس ذاكرها ذاكرها. عامه اي حاجه صعبه قدامك دلوقتي هي الحاجه اللي انت لو جاتلك بعدين هتعرف تحل فيها. المختصر خطط 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 خطط، اعمل خطط، اعمل جدول. طبعا انا كل فيديو بقول نفس الكلام، لازم خطة ولازم جدول. طيب ايه هي الحوار او القصة اللي حصلت في نفس الوقت ده في نفس الشهر ده؟ كان عندي الكيمياء وقع مني، كان عندي الفيزياء برضو وقع مني، كيمياء وفيزياء. تمام، عملت ايه؟ عملت جدول للمادة فقط. يعني جدول للمادة فقط. يعني مثلا مسكت الكيمياء، عندي مثلا 6 ايام، هعطيتك 6 ايام. طيب هحط في ال6 ايام دول اول 3 ايام باب اول، باب تاني، باب تالت. تمام، اول يوم مجمل الباب الاول مع فهم مني سريع للمادة، مع حل على الباب الاول. خلص اليوم ما حلتش، سيب. بس انضبط في الوقت ده، انضبط. حاول انك في اليوم تلم الباب وتفهمه، ما تذاكرش، ما تقعدش تذاكر وتضح وتعمل مش هيجي منه. انت ذات نفسك وانت بتحل الاسئله بتشوف حاجات جديده انت مش فاهمها، وبتضطر تروح تفهمها مع الحل. فخلاص حل على طول. وطيب طريقه الحل، حل 5 اسئله وافتح فيديو يوتيوب، شوف الحل اتحل ازاي، افهم الحل، ثبت على اللي بعده على اللي بعده على اللي بعده، وهكذا. طبق الطريقه دي في كله، وان شاء الله باذن الله تنفع معاك. انا بقول الطرق اللي هي سهله يعني فيها قدر مناسب من المعلومات ليك، بس هي سهله مش صعبه. وهفضل اقول 100 مره ما تذاكروش اسئله سهله، واحنا بنحب ان نقتنع ان احنا شاطرين. انا مع ده وحلو جدا، بس بلاش اسئله سهله تافهه هي مش جايه في الامتحان. عامة عشان تتأكد من كلامي، بص على اسئلة الامتحانات السنين السابقة، هلاقيها في الامتحانات دي. ممكن تطلبها من على جوجل، ممكن تطلبها من على بنك المعرفة. ممكن مع الكتب اللي انت مشتريها، لو الامتحان هتلاقي فيه في الاخر. وكل الامتحانات لو كتب المراجعة بتاع السنين اللي فاتت هتلاقي فيها امتحان 23 وامتحان 22 وامتحان 21 هتلاقي فيها. فمتتحججش وبص على الاسئلة وما تكسلش، روح بص على الاسئلة، شوف الاسئلة على الجزئيات دي جت ازاي، حاول تذاكر، حاول تلم الدنيا. حط الجدول للمادة واحدة بس، ما تذاكرش كذا مادة في كذا. يعني اليوم ما تحطلوش اكتر، لو انت واقع في المواد ما تحطش اكتر من مادة، لو انت واقع في المواد ما تحطش اكتر من مادة وانت بتذاكر. تمام، بس ولميت الدنيا وحليت. ما اقدرش اقول وما اقدرش اكتب في النقطه دي ما لمتش 100%، بس على الاقل 90% 80% حلو 80% 90% حلو جدا. مع لسه في مراجعات وفي حاجات جايه مع المدرسين طبعا، هنكرر كتير وهنعيد كتير وهنحل امتحانات كتير في الفتره الجايه. فحاول ان لم يكن كله فجزء منه، ان لم يكن ملء الكوبايه فنص الكوبايه. بس وانت احسن من اللي بيمشي، على الاقل انت بتجري، واللي بيمشي احسن من اللي لسه بيزحف. فدايما فكر كده. يعني اللي بيجري ده اللي جري في المنهج، انا بمشي، فانا احسن من ايه؟ من اللي بيزحف. ففكر كده، يعني فكر، حاول تدي نفسك طاقة ايجابية، وانت والله العظيم هتوصل مش عشان انت اذكى واحد في كل اللي حواليك، لا، علشان انت بتحاول بكل الطرق انك تتقدم. بس اشوفكم في فيديو جديد امتى وفين مش عارف، بس باي.